شايفين بقى النهارده كده جايبه لكم وصفه بدقيق الشوفان حلوه جدا للناس اللي مش بينجح معاها خالص دقيق الشوفان وبتطلع معجنه وحشه. شايفين بقى الجمال، حاطين عليها كده حبه صوص شوكولاته من غير سكر، طعمها تحفه خيال بصراحه. وكمان هتطلع معاكي مظبوطه، هقولك على المقادير كلها بالظبط وهتطلع معاكي مظبوطه بالظبط. اول حاجه معايا هنا كوبايه من الشوفان، طبعا هي مش كوبايه، هما 50 جرام بالظبط. انا دلوقتي بضيف اهو حبه حبه كده في على الميزان. طبعا اللي ما عندهاش ميزان هو تقريبا نص كوبايه عاديه صغيره. تمام، طبعا هي طلعت حاجه و70 جرام، فانا بحاول اشيل منها لغايه اما اوصل ل50 جرام. شايفين بالشكل ده اهو، انا بشيل منها بالمعلقه عشان انا محتاجه بالظبط الوصفه دي، محتاجه 50 جرام. هتعمل لك طاجن كده محترم ب50 جرام بالظبط. تمام اهو كده 50 جرام بالظبط. هنضيفهم بقى كده في المطحنه بتاعه الخلاط بتاعك، وهتطحنيهم كويس لغايه ما يبقوا باودر كده زي الدقيق. هنضيفهم كده في الطاجن بتاعنا اللي احنا هندخله الفرن. تمام، هنضيف عليه 2 بيضه بالشكل ده، وهنزل بالبيضه التانية، وبعدين بقى هضيف عليهم علبه زبادي، اي نوع زبادي عندك، كمان لو عندك زبادي دايت اوكي مفيش مشكله. تمام، وهنزل كمان دلوقتي كده اقلبهم كويس جدا لغايه اما كل القوام كده يتجانس مع بعضه. انا كده بقلبهم بيد بتاعه المضرب. تمام، هقلبهم بالشكل ده، وبعدين بقى هضيف عليهم 2 باكت من الفانيليا، 2 كيس. تمام، عشان كل بيضه بتاخد ظرف فانيليا، فاحنا هنضيف 2. وهنزل كمان دلوقتي بمعلقه من الكاكاو الخام، وعليهم كمان معلقه من السكر الدايت. تمام، لو ما عندكيش سكر دايت ممكن تستغني عن السكر خالص او تضيفي معلقه سكر بودره. تمام، وهنزل كمان دلوقتي بنص معلقه من البيكنج باودر، نص بس صغننه كده يعني. تمام اهو بالشكل ده نص معلقه، وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس بالشكل ده. هقلبهم بقى كويس جدا لغايه ما يتجانسوا كده مع بعض. طبعا دي الشوفان كتير، ناس كتير قوي قوي بتعمله، وبيقولوا لي ان هو بيطلع الكيك معاهم معجن كده ومش حلو يعني مش بيستوي. شايفين ده شكله دخل بقى الفرن على درجه حراره 180، خرج بالشكل الجميل ده. طبعا مستويه لازم تختبريها باي حاجه. هنزل عليها بقى بصوص شوكولاته كده، تمام، دارك من غير سكر خالص، يا دوب سيحتها كده ونزلت عليها بالهنا والشفا.